اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير وصباح الهنا وصباح كل حاجه حلوه على عنيكم. راحه لاختك، راحه لمامتك، راحه لاخوكي، راحه لصاحبتك، عندك في البيت ومحتاره مثلا، بغض النظر بقى معاكي فلوس معاكيش فلوس، طب انا اعمل ايه؟ اعملي صينيه زي دي في البيت، صينيه كنافه بالكريمه او بالقشطه. وخديها معاكي. شفت المنظر ده؟ شايفاها ما شاء الله عامله ازاي؟ اللهم بارك. خديها بقى معاكي، هتاخديها بقى بكيس كده، تحطيها كده على الوش وتحطيها وتربطيها كده بشكل حلو قوي. ولا حد هيصدق ان انت اصلا انت اللي عاملاها، ما شاء الله. بصوا كمان شكلها عامل ازاي من بره. تعالوا بقى هقطع لكم، نقطع كده قطعه وتعالوا بصوا عامله ازاي من جوه. اللهم بارك. بصي، قولي لي بقى ايه رايك؟ ما شاء الله، ايه رايك في شكل الكريمه وشكل الكنافه نفسه؟ وشايفين اللون ما شاء الله موحد ازاي، جميل ازاي، ما شاء الله. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي في بيتك، حلو قوي في توديها لاي حد انت بتحبيه. حلوه فعلا يعني، وسهله وما خدتش اي حاجه، وما خدتش يعني يعتبر ما خدتش فلوس كمان خالص والله العظيم. تعالوا بقى نشوف هي ازاي ما خدتش فلوس معانا وما كلفتناش اي حاجه وطلعت بالمنظر الجميل ده. ماشي. ويلا بينا ونبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا هنا كسرونة، هحط فيها كوبايتين لبن. اللبن ده يا جماعة أنا بجيب اللبن من عند اللبان، ما بجيبش لبن المعلب لما بكون بعمل أي كريمة أو قشطة كدابة أو كده، لازم أجيب اللبن من عند اللبان. حطيت كوبايتين لبن، هحط عليهم 3 معالق نشا. ما يعني 3 معالق، بصوا بتاعه الاكل دي ما تمليها، يعني ما تمليش المعلقه قوي، ما تخليهاش هرميه زياده عن اللزوم، لا خليها معلقه عاديه، لان هما كوبايتين مش هياخدوا كتير يعني. وحطيت عليهم كمان معلقه سميد او معلقه سيمولينا، وهقلب بقى كده كله في قلب بعضه على البارد اهو. بس طبعا بصوا النشا اتكتل تحت فايه تقيل، بصوا، لكن هو هيدوب معانا، بصوا اهو، داب اهو، اهو. يعني ما تقلقيش، دوبي دوبي هو هيدوب. اخدته بقى على النار لحد ما تقل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده خلاص. عندي بقى هنا حتة قشطة كنت شايلها من على وش لبن، كنت يعني من على وش لبن، حطها في التلاجة. اخدتها حطيتها كمان على على الكريمة، وهديها تقليبة حلوة قوي عشان كمان تبقى غنية معايا ويبقى طعمها احلى. وخلي بالك ما تحطيش سكر. الكريمات دي ما بتبقاش عليها سكر عشان احنا لسه هنسقي بعسل. المهم معايا هنا حوالي، بصوا يعني هو ربع كيلو كنافة. ده كده ربع كيلو كنافة، حطيته في الفريزر وسبته يتجمد زي ما انتوا شايفينه كده، وبعدين طلعته فرمته على ايدي الفرمة اللي انتوا شايفينها دي. لازم تفرميه وهو متجمد، لو الكنافة فكت معاكي مش هتعرفي تفرميها خالص. ومعايا هنا بتاع معلقة ونص، يعني هما دول اللي كانوا باقيين عندي بيني وبينكم، مش هكدب عليكم، فما قدرتش ان انا اطحن سكر تاني، فرحت حطاهم. لكن انت لو كده هتحطي معلقتين سكر بودر عليها. معلقتين السكر بودر بيدوها ايه؟ بيدوها شكل حلو كده ومحمر، وبيخلوا لونها يبقى ذهبي. تمام. ما بحبش احط عسل، في ناس بتحط معلقتين عسل، لا انا بحس السكر حلو بيخليها مفرفشه كده يعني من بعضها. معايا هنا نص كوبايه سمنه كمان. طبعا انا هنا وانا شغاله الفرن والع على درجه كام يا وفاء؟ 160 درجه. تمام. الدرجه المتوسطه. حطيت نص كوبايه السمنه. وقلبت كويس قوي، خليت كل الكنافه اتشربت كده من السمنه اهي. هفضي بقى الصينيه دي، لان الصينيه دي اللي هشتغل فيها. الصينيه دي مقاس كام يا وفاء؟ الصينيه دي مقاس 26. ماشي. وحطيت هنا حته سمنه حلوه كده، شويه سمنه حلوين اهم. وبقى ايه وبطنت بقى الصينيه كلها بالسمنه من الجوانب كمان، من الحيطه بتاعتها والجوانب وكل ده اهو. وهبدأ اخد ايه؟ اخد بقى الكنافة في الاول. اول ما هبدأ كده جنب في حيطة في جوانب الصينية او الحيطة يعني. بصوا اهو، اول ما ابدأ كده واحط ايه حاجة كويسة. وخلاص كده هاخد نص الكنافه. بصوا بعمل ايه هنا بقى؟ بعمل حيطه، بعمل، شوف فاكرين الاعلان اللي كان بيقول بقى اعمل حيطه حيطه حيطه؟ انا هنا بعمل حيطه. بعمل حيطه هنا اهي. يعني باخد ايه، بعمل حيطه كده عشان خاطر الحيطه دي هي اللي هتحميلي الكنافه من ال هي هتحميلي يا رب الكريمه من انها تطلع بره الكنافه يعني، فاهميني؟ وهبدا ادوس عليها قوي كده اهي.
وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، دوست عليها قوي وكبستها كويس. جبت بقى هنا بقى كانت الكريمه لسه سخنه معايا، شايفين هتلاقوا لسه فيها في البخار اهي. هعمل ايه؟ هحط الكريمه واحطها كده وافردها وهسيبها حوالي 10 دقايق. ليه 10 دقايق؟ عشان تكون الكريمه بردت معايا وتكون ايه، وتكون مسكت شويه، وعشان اعرف احط الطبقه التانية كده. انتوا فاهميني؟ يعني لو الكريمه معاكي سخنه حطيها واستني شويه، وسيبي الكريمه مكشوفه كده لحد ما تجمد معاكي شويه وتمسك اهي. انا سبتها وجبت هنا بقى، بصوا النص التاني اهو من الكنافه. هبدا برضو فين؟ هبدا يعني في الجوانب برضو. اول حاجه تبداي بيها تبداي في الجوانب، ما تبدايش في النص ابدا. بدات في الجوانب هنا، وهبدا برضو ايه، اوزع بقى كل الكنافه كده عليها. هي ما شاء الله خدتها يعني اهي. وبالراحه بقى انا بقى في النص التاني ده بعمل ايه؟ بطبطب، مش بكبس، لا بطبطب. يعني بصوا انا هنا بظبط بقى الحيطه اهي، بظبطها كده على بعضها، بقفل دي على دي، الجزء اللي انا حطيته بقفله وبالراحه خالص. بصوا بطبطب كده بالراحه اهي، وهبدا اقفل اهو، شايفين اهو، اقفل ده على ده عشان خاطر تبقى حتى لما تيجي تقلبيها تبقى شكلها حلو. خلاص كده خلصنا. هدخلها الفرن على درجه حراره 160. تاخد معاكي وقت قد ايه؟ خدت معاكي، تاخد معاكي بقى، ممكن تاخد معاكي 20 دقيقه مثلا، على حسب الفرن وعلى حسب كمان ما تحمر حواليها. يعني بصوا هي كده احمرت، انا بقول لكم بصوا احمرت حواليها، شفتها احمرت على طول حواليها، على طول رحت مطلعاها. هقلبها بقى هنا على صينيه تانية كبيره اهي. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك. بصوا خليكم كده معايا وركزوا. ما شاء الله بصوا، ايه رايكم؟ هي سخنه، هي بتطلع بخار، هي شايفينها ما شاء الله. شايفين اللون موحد ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه بجد. هعمل ايه؟ مسحت الصينيه كويس قوي بمنديل، وحطيت حته سمنه وبرده ايه، وبرده دهنتها بيها، وهنزل بقى الكنافه على السمنه. بس انا هنا حسيت ان السمنه كتيره شويه، بصوا، فهاخد منها ايه يعني حاجه بسيطه كده ارجعها. طبعا بما ان الصينيه ما فيهاش اي حاجه، انا مسحها كويس قوي بمنديل، ما فيهاش اي حاجه، فعادي ان انا ارجعها في قلب السمنه عادي يعني. وهاخد هنا بصوا بقى الكنافه، هبدا ايه، انزلتها اهي. ما تخافيش خالص، وخلي قلبك جامد وانتي بتنزليها. دخلتها الفرن برضو، قعدت شويه كده وخلاص ايه، طلعتها اهي. هعمل ايه بقى؟ هي هنا مولعه طبعا، هي سخنه جدا. خلوا بالكم الشربات اللي انا عملته، الشربات او الشيره او السيرب او ايه تاني بيقولوا عليه، مش فاكره، او العسل. فاهميني؟ هنا بارد العسل، هنا معايا بارد، والكنافه سخنه جدا جدا. بدات هنا اوزع طبعا العسل ده ايه مقاديره يا وفاء. انا عملت هنا 4 كوبايات سكر، بس هو مش هياخدهم كلهم، خلي بالك. بس انا بخلي عندي بزياده يعني. عملت 4 كوبايات سكر على 4 كوبايات ميه، على معلقتين كبار حلوين كده مليانين عسل جلوكوز، على ليمونه. سبتهم كده يعيشوا الحياه لحد ما تقل، وخد الايه، خد القوام اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله بدات اسقي. هي ما شاء الله بتشرب معايا من النص اهي، ما شاء الله. ماشي، وخلاص كده على كده ايه، هي كده استكفت، لان خلاص ادي لقيت عسل اهو، ما بقاش ايه، ما تشربيتوش تاني اهي، شايفين؟ بس بدات هنا اعمل ايه، اميل كده الصينيه بالراحه عشان كل العسل ينزل ايه، ينزل معاها كده زي ما انتوا شايفين اهو. ماشي، خلي بالك الفرن يبقاش عالي. هقلبها بقى الطبق ده بقى انا قلت بس ايه اوريكم الشكل. فالطبق ده انا اشتريته كده اهو، هقلبها كده فيه. ماشي، وايه، وتعالوا بقى نشوف. ما شاء الله قلبتها بعد ما اتشربت العسل، خلوا بالكم اهي. ايه رأيكم بقى؟ ما شاء الله. طبعا لو عجبك الفيديو اعملي بقى اشتراك في القناة، فعلي زر الجرس عشان اي جديد على طول انزله يوصلك اشعار بيه. اي جديد انزله يعني على طول يوصلك اشعار بيه. وما تنسيش اللايك. لو الفيديو عجبك حطي لايك عشان يرفع الفيديو وناس كتيرة تشوفه يعني. هنا انا عامله السوداني، اللي انا عامله زي ما متفقين كده، اسمه ايه يا ربي، لا اله الا الله، الفستق الكداب. عامله بقى زين بيه كل حاجه، وما شاء الله جميل جدا جدا، وشكله زي ما انتم شايفينه حلو قوي. كمان شكله في الحقيقه احلى والله، لان انا هنا بصور بالتليفون، يعني مش بصور مثلا بكاميرا من اللي هي بتعمل فلاتر والكلام ده كله وتديكي شكل تاني من الاكل. لا لا، بصور بالتليفون عادي، فبيديكي نفس الشكل. يعني اوقات بتبقى كمان الحاجه احلى من شكل التليفون والله العظيم، يعني انا مش بكذب، اقسم بالله.
بس يعني عادي، احنا كده كده مع بعضنا كلنا يعني، فمش بتبقى فارقه. المهم ان ايه، تعملي الوصفه وتطلع كويسه معاكي وتطلع حلوه وتلاقي منها نتيجه باذن الله. زينته كده زي ما شفتوا كده بالفستق الكداب بنفس الطريقه دي او بنفس الشكل ده. شكل رقيق قوي وبسيط، مش محتاج بهرجه جامده لا خالص يعني. ومش محتاج تبقي بروفيشنال في تزيين اللي مش عارفه ايه والكلام ده، حاجات رقيقه كده، حاجات سيمبل كده. بصوا ما شاء الله اهي، اللهم بارك، حقيقي جميلة جدا، اللهم بارك. طبعا لما تعمليها وجربيها قولي لي ايه رأيك فيها. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ان شاء الله اشوفكم على خير وسعادة وسلامة، مع السلامة وباي باي.